عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة عالم إسراء. اليوم جيتكمش بوصفة ديال الطبخ، فاليوم جيتكم ان شاء الله بروتين ديال الطلبيات تحت طلب ديال الاخوات كثير اللي طلبوا مني باش نحضر لهم هذا الروتين، وسمحوا لي بزاف اللي تاخرت عليكم فيه. فما عنديش هاد المره كميه كثيره، لذلك حاولت نشارك معكم. بعد ما ملي كتكون عندي كميه كثيره فما كنقدرش الصراحه باش نصور لكم، وجات الفرصه ان شاء الله باش نصور لكم. فعندي هنايا طلبيه فيها 3 كيلو ديال صابلي وربعة البلاطوات، فبالنسبه لهاد الطلبيه كامله عندي فيها صابلي. فكنتمنى بان هاد الفيديو يعجبكم وتشوفوا كيفاش كنظم الوقت ديالي، وكيفاش حضرت هاد المراحل كامله في يوم واحد. فبقوا معايا باش تتابعوا الفيديو حتى الاخير. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش الاشتراك معنا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وتبارطاجيوه مع الحباب ديالكم وصحابكم، وتعملوا لنا لايك الفيديو. ونقول لكم فرجة ممتعة، تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير إن شاء الله. بسم الله. بالنسبه للروتين اللي غادي نبدا به ان شاء الله، غنبدا بالعجينه ديال الصابلي. غنعطيكم المقادير هما الاولين. فغادي نحتاجو هنا كاس ديال السكر السنيده وكاس ديال الزيت، وغادي نحتاجو البودره ديال كريم باتيسير، جوج معالق كبار يكونوا عامرين مزيان ديال البودره ديال كريم باتيسير. ونحتاجو الكاس ونصف ديال الزيت النباتيه، فانا كنستعمل كاس ديال العنبه، وجوج ديال البيضات. وباش السر ديال هاد الصابلي باش كيجي زوين وكيجي واقف ما كيتقلصش لينا في الفرن، هما هاد البودره ديال الكاوكاو، القشره ديال الكاوكاو. فكنحيدو القشره ديالها كنحمروها وكنطحنوها. وكذلك غنحتاج هنا بانني صابله ديال الكاوكاو، غنحتاج كذلك كاس ديال الكاوكاو اللي خصو يكون طحون مزيان ويكون منيل على هاد الشكل ما كيبانو فيه دوك الحبيبات. وغنحتاجو كذلك السر الثالث حتى هو الكليكوز اللي كيعطيه واحد القرمشه للصابلي وكيجي زوين. وغادي نحتاجو الزبده مارغرين 250 غرام، ونحتاجو الدقيق على حسب الحاجه. فبالنسبه للدقيق حاولوا النوع الجيد يكون مزيان، يكون خاص بالحلويات. كيف ما قلت لكم بالنسبه لهذا الروتين ان شاء الله انا بديته حتى العشيه، ما بديته حتى ل5 ديال العشيه. السيده علمتني في الصباح فما بغيت ما بغيتش نضيع الوقت، فقلت نخدم العجينه ديال الصابلي ونشوف بما ان عندي الوقت باش الغد لي ما كيتراكمش عليا الخدمه. فهنايا غادي نضيفو كاس ديال السكر وكاس ديال السكر السنيده وشويه ديال الملحه. وكنحاول بالضروري ما تستعملوا في الحلويات ديالكم الملحه باش كتلذذ لكم الحلويات. وكنحاولوا كنخدموا مزيان الزبده مع السكر كلاصي ومع السنيده. كيف ما بغيتو صابلي مقرمش ضروري ما تستعملوا السكر السنيده، ولا كنتو بغيتوه مرمل راه غادي تضيفوا السكر كلاصي كامل. والمرحله اللي كتكون مهمه هي هاد المرحله اللي كتخدموا فيها الزبده مزيان على هذا الشكل حتى كتولي لكم على شكل بوماد على هذا الشكل. بالنسبه للسكر السنيده حاولوا تستعملوا اللي كتكون رقيقه باش ما كتعذبكمش وكتولي لكم على هذا الشكل كتكون بوماد. ومن بعد عاد غادي نضيف ليها كاس ديال الزيت. فبالنسبه لي كنتو غتبداو الخدمه ديالكم لو كان عندكم الوقت فحاولوا تنظموا الوقت ديالكم، تخدموا الحوايج اللي كانوا عندكم صعاب هما الاولين كتحيدوهم، وبالنسبه للحوايج البساط راه تخدموهم من بعد. فبالنسبه لهاد الصابلي انا راه السيده بغاتو ليا نهار الخميس، لذلك حاولت نخدم صابلي هو الاول باش يبقى ليا الوقت ديال التزيين ومن يكون عندي الوقت الكافي باش نزينه. صافي كنخدمها مزيان الزبده مع الزيت حتى كذوب لينا مزيان ديك الزبده وما كتبقاش كتبان. شوف كيف ما كيبان لكم وحاجه كتضاعف حتى الحجم. كيف ما ممكن راكم تعاودوا تضيفوا داك الكاس ديال الزيت، تعاودوا تعمروا ديروا 2 كيسان ديال الزيت باش لا بغيتوا تضاعفوا الكميه. ولا كنتو غديروا الزبده من النوع الجيد او الزبده حيوانيه فما غاديش ديروا الزيت لانها كتكون ملدمه. بالنسبه للزبده مارغرين كتكون ناشفه لذلك كنضيفوا الزيت. فانا نسيت هنايا ما ذكرتش لكم النكهه ديال الناطه، فانا غادي نضيف هنايا النكهه ديال الناطه كتجي زوينه في الصابلي. كيف ما ممكن تضيفوا الباطا بسكوي اللي كتجي لذيذه بزاف حتى هي. غادي نحضروا معكم ان شاء الله في شي وصفه اخرى ان شاء الله. كيف ما كيبان لكم الزبده راه كتضاعف الحجم ديالها. ومن بعد عاد غادي نضيف 2 ديال البيضات حتى خدمت الزبده مزيان مع السكر السنيده. ومن بعد عاد كنضيفوا المكونات الاخرى.
باش ما كيعذبناش الصابلي ديالنا. فحاولت انا في هذا الروتين نعطيكم حتى المقادير ديال هذا العجين صابلي، لانني ما نزلتهاش لكم في القناه، نزلت لكم وصفات اخرى ديال صابلي، وحاولت ننزل لكم حتى هذه الوصفه ديال صابلي، راها كتجي لذيذه بزاف وكيجي صابلي بنين وكيخرج كميه كثيره. كنخدموه مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو، ومن بعد عاد غادي نضيفو باش هذا هو السر الثالث حتى هو اللي كيجي فيه صابلي مقرمش حتى هو، كيف ما قلت لكم ما كيتقلش في الفرن. فحاولوا تضيفوا الصابلي ديالكم، تضيفوا فيه الكليكوز، فكيستعملوا هذا هو الاسرار ديال الحلويات اللي كيستعملوه الحلويات الكبار، كيستعملوا كليكوز اللي كيجي فيه صابلي زوين بزاف. فبالنسبه لهاد الوصفه راه غتنجح حتى مع المبتدئات ان شاء الله، وما غاديش يتقلص ليها صابلي في الفران. فبالنسبه للاخوات بزاف كيتشكاو الصابلي ديالهم كيديفورما ليهم في الفران. فبالنسبه غير جربوا هاد الوصفه ان شاء الله غتنجح معاكم. وكيف ما قلت لكم حاولوا تخدموا الزبده مزيان، كنعاود نكررها وكنعاودها، تخدموا الزبده مزيان قبل ما تضيفوا الدقيق. الا ضفتوا الدقيق صافي ما كيبقاش لكم بانكم باش تخدموا الصابلي ديالكم. شو دابا كنلعب في بالعجين داك بالزبده كيف ما بغيت، فحاول انني ما نضيفش ليها الدقيق. ملي غتضيفوا الدقيق ما يبقاش لكم زعما الحق بانكم باش تعاودوا تخدموها. صافي من بعد هنايا كنضيف ديك المعلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو. فحاولوا تضيفوهم في الصابلي ديالكم. الا درتوه ديال اللوز غتضيفوا البودره ديال اللوز، بما انني دايره الصابلي بالكاوكاو فحاولت ندير البودره ديال الكاوكاو. فحاولوا بان هذيك القشره ديالكم ما ترميوهاش، من الاحسن كتخلي لكم صابلي كيجي واقف وكيجي مقاد، كيبقى الفورمه ديالته وكيعطيه حتى اللذه ديالته كتجي زوين. ومن بعد كنضيف كاس ديال الكاوكاو. كيف ما قلت لكم الكاوكاو حاولوا تطحنوه مزيان يكون كيتجمع لكم بايديكم بحال كنتو غتستعملوا شي عقده. صافي شتو كيف ما كيبان لكم كنخدموه ما كيبقاش كيتبان لينا لا حبيبات لا ديال الكاوكاو ولا ديال الزبده لا حتى شي حاجه، كتولي عندنا واحد الزبده ملسه. ومن بعد عاد كنضيف الدقيق، كنضيف غير بالتدريج كيف ما شفتوا، ما كنحاولش كنعجنو، كنجمعو غير باطراف الاصابع. كنهز العجين من التحت وكنحطها الفوق، كنهز من التحت ونحط الفوق باش حتى الصابلي ديالي كتدخل فيه داك الدقيق وما كنعجنوش. هادو هما الاسرار ديال الصابلي باش ينجح معكم. كما قلت لكم ما تعجنوش الصابلي ديالكم بالكف، غير باطراف ديال الاصابع ديالكم باش تحاولوا تجمعوا العجينه ديال الصابلي. صافي بعد ما جمعت العجينه ديال الصابلي ديالي على هذا الشكل، فانا عبرتها راه خرجت ليا تقريبا 2 كيلو و 2 كيلو 200 غرام. صافي دابا غادي نقسم العجين ديالي على 4 وغادي نديرها في البلاستيك غذائي او في السلوفان، وغادي ندخلها الثلاجه ونخليها كتبات ليله كامله من الاحسن. فانا هذه الخدمه اللي كندير، فكنحاول الصابلي كنعجنو بالليل على هذا الشكل وكنخليه كيبات ليله كامله، وبالغد ان شاء الله عاد كنوض في الصباح وكنطلقو باش كتجيني حتى الخدمه سهله وكتجي عندي الخدمه نقيه. الا بقى عندي الوقت كذلك غادي بما انه باقي عندي الوقت غادي ندير الصابلي ديالي في الثلاجه، وغادي باش نطحن الكاوكاو. فما بقاش عندي هذا اللي بالقشره ديالته، فحاولت نشريه جاهز وغادي نطحنو قدامكم باش تشوفوا كيفاش يجيكم الكونكاسي يجيكم رقيق. صافي دابا غادي ندخلو للثلاجه حتى كيرتاح كيف ما قلت لكم ليله كامله. وانا خديت هنايا الكاوكاو اللي بلا قشره، فملي كيكون عندي الوقت الكافي وهذا فكنحاول كنشري الكميه كثيره ديال الكاوكاو اللي كتكون بالقشره ديالته وكيتقام عليه حتى بثمن رخيص. كنقشرو نحتفظ بالقشره ديالته. بما انه ما عنديش الوقت بزاف فحاولت نشري الكاوكاو اللي كيكون مفسخ، وكنحاول كنقي على هذا الشكل. كنحيد منه الا كانت شي كاوكاو مسوسه ولا كانت شي حاجه شي حجره ولا شي حاجه كنحاول كنحيدها
ومن بعد عاد غادي نطحنو. وحاولوا يكون عندكم من الاحسن يكون عندكم بحال هذا الروبو كيطحن لكم الكاوكاو ديالكم، كيطحنوا لكم الكونكاسي ديالكم، كيطحنوا رقيق وكي زوين، كيجي بحال اللي كيتباع في الزنقه، ما كيكونش غليظ بزاف. وكناخذ القياس ديالي اللي بغيت. فبالنسبه لهاد الكاوكاو اللي كنطحنو كناخذ الكونكاسي، وبالنسبه للبودره اللي كتشات ليا حتى هي كنحمرها وهي اللي كنطحنها وكنخدم بها الصابلي ديالي. فبالنسبه لهاد الروبوات راهم عمليين بزاف، كيطحنوا هذا الكاوكاو مزيان، كيطحنوا لكم اي حاجه بغيتوها، فهما عمليين. وحتى الا استعملتوا الطحانه ديال المطيشه حتى هي كطحن لكم مزيان الكاوكاو، غير هي كتبغي شويه ديال الخاطر. صافي دابا كنغربل الكاوكاو ديالي، غادي نحيد الرقيق، غادي نحيدو. وبالنسبه ولا بغيت نعاود نغربلو مره اخرى على 3 ديال المرات، كنعاود ندير هاد الصفايه اللي كتكون رقيقه. صافي هنايا بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي كيف ما تشوف. بالنسبه للكونكاسي كيفاش كيجي رقيق بزاف وكيجي زوين، كيف حتى في الزين ديالو كيجي مزيان. وهنايا كذلك الكاوكاو البودره اللي ديال الكاوكاو غادي نشدها حتى هي نحمرها، وغادي نديرها في شقره حتى الوقت اللي نبغي نخدم بها صابلي، وعاد ديك الساعه غادي نطحنها من نيلها. صافي دابا غنحتفظ بالكاوكاو ديالي حتى الصباح ان شاء الله، وعاد غادي نحمرو. ملي كنكون كنطيب الصابلي نحمر حدايا الكاوكاو. هنا غادي نحيد ليمونتيف حتى هما كذلك عليا في هاد في اليوم حتى هو غادي نحيد عليا الشوكولاط حتى هو. غادي نحاول نختار ليمونتيف اللي كانت الصابلي اللي عزله السيده. كنحاول كنشوف ليمونتيف اللي عندي شحال، وكنشوف شحال ديال كنحسب شحال العدد ديال الحبات اللي عندي وشحال ديال الاشكال اللي عندي. فبالنسبه تقريبا انا عندي هنايا الليمون كاملين تقريبا غيكونوا عندي بالشوكولاط الابيض، غير جوج ديال الاشكال هما اللي غادي يكونوا عندي بالشوكولاط الاسود. فبالنسبه للنوعيه ديال الشوكولاط اللي كنستعمل انا كنخدم غالبا بكالا، هو احسن نوع اللي كنخدم به، كيعجبني وكيجيني ساهل في الخدمه. كيف ما ممكن تضيفوا ماكا وحتى هو كيكون الشوكولاط ديالو زوين. بالنسبه لي انا كنفضل كالا، كيجيني زوين في الخدمه وكتجي الخدمه ديالته نقيه. وما كنديرش ديك حمام مائي كيف ما كتشوفوا نتوما، انا ناقصه على البوطه ودايرها على عافيه تكون مهيله. وكذلك غادي كندوب شوكولاط ابيض وشوكولاط كحل في نفس الوقت، وكنرد معاهم البال، ما كنغفلش عليهم. كيف ما شفتوا كنخلي الشوكولاط ديالي حتى كيبدا يذوب واحد شويه، عاد ممكن نحركو. ولا خفتوا من الشوكولاط ديالكم باش ما يخسر لكم، ممكن ديروا حمام مائي. فانا هنايا مولفه به، فكنديرو فوق من البوطه على هذا الشكل، فدغيا كيذوب ليا. صافي هنايا انا ذوبت الشوكولاط الكحل، ومن بعد كذلك حتى هو الشوكولاط الابيض ذوبته. وكنعتذر بزاف على هذا الصوت ديال وليداتي، راهم ناعسين، انا كنسجل لكم دابا في الليل وحدايا وليداتي ناعسين كيشخروا، فكنعتذر من هذا الصوت. صافي هنايا بالنسبه لليمون ديالي كنكون وجدت الليمون ديالي كاملين. وبالنسبه كندير هنايا واحد الكاسرونه ولا كاميله وكندير فيها المطيب. وكن من الاحسن يكون عندكم بحال هاد القراعي، راهم ما كيكونوش غاليين بزاف. فبالنسبه لهاد القراعي تقريبا دايره الكبيره 10 دراهم، وهاد الصغيره دايره تقريبا واحد 160 ولا ما عرفت 140، فما غاليينش بزاف. فبالنسبه لهاد الشكل هذا اللي اشكال مربع كنحاول كندير ليه شويه ديال البافو او بودر الخشخاش. فبالنسبه لهاد الشكل كيجي فيه زوين. ومن الاحسن نتوما كتشوفوا الكليان ديالكم اشنو بغاو وكتشوفوا الشكل اللي بغاو ديالهم، عاد ممكن تخدموه. ما يمكنش لكم تخدموا الشكل اللي بغيتو نتوما واللي كيريحكم نتوما، ضروري كتشوفوا الطلب ديال الكليان اشنو بغا ليكم. صافي كندير الاشكال ديالي كامل. بالنسبه لهذا الشكل كامل غادي ندير ليه الحبوبات ديال الخشخاش او البافو، ومن بعد عاد كندير الشوكولاط الابيض في الليمون. وبالنسبه للشوكولاط فكنخليه حتى كيدفى شويه، عاد كنديرو في هاد الليمون باش كيعطيني واحد اللمعان في الشوكولاط ديالي. شكرا بالنسبه لكم. كيف ما شفتوا هاد القرعه فهي كتجي زوينه
وكتساعدكم في الخدمه ديالتها، وكتجيكم حتى الخدمه ديالكم نقيه، ما كتعذبكمش بان الا درتو المعلقه كيعمروا لكم ليمون كاملين وكيوسخوا لكم الدنيا. وحاولوا الا كنتو بحال هكا كتحيدوا عليكم هاد الليمون قبل ما تزينوا الصابلي ديالكم باش تكون عندكم حتى الخدمه مزيانه وما تعذبوش في الخدمه. كتحيدوا عليكم ليمون ديال الفما. اصعب حاجه هما هاد الليمون ديال الشكلاط اللي كتكونوا كتزينوا فيهم، فراهما كيشدوا الوقت كتير بزاف باش الا بغيتو تصاوبوا هاد الليمون. من الاحسن حاولوا نتوما تصاوبوه بليله قبل ما تكونوا تبغيو تزينوا صابلي، ماشي حتى تبغيو تزينوا صابلي تصاوبوا الشكلاط وما حيتكم كتزينوا ما حيتكم كتصاوبوا الشكلاط. فمن الاحسن حاولوا تخدموا كل حاجه بوحدها باش كتجيكم الخدمه سهله وكتجيكم نقيه وما كتعذبوش. خصوصا اللي كيكونوا عنده الوليدات صغار فراه ضروري حاولوا تخدموا قبل. وبالنسبه للشكل الثاني حتى هو شكل دائري، فكنحاول ليمون كاملين اللي عندي بالشوكولاط الابيض كنحاول كنخدمهم هما الاولين، ومن بعد عاد كندير الاشكال الاخرى اللي بالشوكولاط الاسود. دابا غادي ندخلهم المجمد حتى كيجمدوا وغادا عاد غنحيدهم. صافي كيكونوا هادو هما الاشكال ديالي، وكيكون الروتين ديال اليوم ديالي ساهله. بعد ما وجدت الاشكال ديالي كاملين كيف ما كتشوفوا الشوكولاط راه كيجي بريو وكيجي زوين بزاف. فكنحاول نكمل الاشكال ديالي كاملين، فتقريبا هاد الكميه هذه كملتها كامله ديال 3 كيلو ديال الصابلي مع 4 البلاطوات، فكملت الكميه كامله اللي عندي. فكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ننتظروا الجزء الثاني ان شاء الله ديال الروتين. السلام عليكم، في امان الله.